عارف لما دايما كانوا يقولوا لك المفروض تتغير وانت دايما تروح تحاول تتغير وما تبقاش مبسوط؟ هو ليه ده بيحصل؟ وليه احنا دايما بنبقى مدفوعين باختيارات من الاخرين ان احنا لازم نتغير؟ ومين قال ان وجهة نظرهم دي صح؟ مين قال ان احنا فعلا لازم نتغير؟ خليني احكي لكم حكايه. كان دايما والدي الله يرحمه يصحى الساعه 6 الصبح، يفتح اذاعه مونت كارلو، الناس القدام بقى يفتكروا مونت كارلو، وكان الساعه 6 الصبح لازم يصحيني ويقول لي مفيش حد ناجح ما بيصحاش الصبح بدري، لازم تصحى الصبح بدري. انا طبعا بحبه جدا ومقتنع جدا ان هو همه مصلحتي، ومقتنع جدا ان هو بيحبني، ومقتنع جدا ان هو عايزني اكون كويس. بس انا دايما بصحى الساعه 6 الصبح مش قادر افتح عيني، مش قادر اتحرك، اشرب في شاي، اشرب في قهوه، اعمل كل اللي اقدر عليه وبرده مش قادر اعمل حاجه، وصولا للساعه 12 الظهر. الساعه 12 الظهر اطير بقى، كل الحاجات اللي ممكن تتعمل بقدر اعملها من بعد 12 الظهر. فرغم ان انا حاولت كتير جدا اتغير وابقى زي بابا واصحى الساعه 6 الصبح عشان كل الناجحين بيصحوا الساعه 6 الصبح، الا اني كنت بواجه فشل ذريع من 6 الصبح ل 12 الظهر، وما ببداش الا 12 الظهر. في الفيديوهات اللي فاتت كنا دايما بنقول لك اعرف نفسك، وكان هدفنا انك فعلا تعرف نفسك. بس خليني اقول لك، هي انهي واحده من دول؟ نفسك الحقيقيه اللي كانت عايزه تصحى 12 الظهر، ولا نفسك اللي بابا كان عايز يعملها لك تصحى 6 الصبح؟ ده مهم جدا، لاننا في الحياه بنتولد على الفطره اوريجينال، طالعين من الكرتونه من غير ما حد يلعب فينا. بعد شويه بيبدا بابا يقول وجهه نظر، ماما تقول وجهه نظر، مدرسي في المدرسه يقول وجهه نظر، وكل دول وجهه نظرهم ان انا لو سمعت كلامهم واتغيرت هكون افضل كتير، هكون النسخه اللي هم بيحلموا بيها. بس في الحقيقه النسخه دي ممكن ما تناسبنيش. عشان كده سيدنا علي قال جمله فيها حكمه عميقه جدا، قال: لا تربوا اولادكم على ما تربيتم عليه، فانهم قد خلقوا لزمان غير زمانكم. يبقى معنى كده انه انا مش بابا ولا ماما ولا استاذي ولا مدربي ولا معلمي ولا شيخي ولا اي حد، انا كائن مختلف، انا كائن ربنا خلقني ببصمه متفرده، انا كائن لا يتكرر. انا مش قصدي عليا انا، يعني انا قصدي ان كلكم كائنات اصليه متفرده، مفيش منكم نسخ تانية. ربنا خلق لنا بصمة ايد ما بتتكررش عشان يعرفنا ان احنا مختلفين وان احنا مش زي بعض. كمان خلق لنا بصمة عين ما بتتكررش ابدا. مش بس كده، خلق لنا بصمة DNA جوانا لا يمكن تتكرر. كل ده عشان تتأكد انك كائن فريد، كائن مفيش منك اتنين. مهم جدا في رحلة انك تعرف نفسك، انك تعرف نفسك الحقيقية ولا نفسك اللي تبنتها وبدأت تلعب فيها. تعرف نفسك اللي طلعت من الكرتونة سليمة جديدة ما فيهاش اي فيروسز، ما فيهاش اي لخبطه، ولا نفسك بعد ما اشتغلت على الموبايل ده 6 سنين او 7 سنين او 8 سنين. وكمان تبقى عارف ان نفسك الحقيقيه دي لو سمعت كلام الناس وبدات تتغير 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 تتغير، بعد شويه لازم هتحتاج تعمل ريست، لازم هتحتاج تعمل فاكتوري سيتنج، لازم هترجع لضبط المصنع. مش هتقدر تعيش غير كده، مش تقدر تعيش الا بذاتك الحقيقيه. السؤال اللي هيطرح نفسه، واعرف منين بقى ذاتي الحقيقيه؟ واعرف منين ذاتي المزيفه، ذاتي اللي اتغيرت؟ خليني اقول لك انه في اختبارات كتير جدا بتعرفنا ذاتنا اللي احنا فيها دلوقتي، ودي اختبارات بيبقى اسمها دايما البيرسوناليتي تيست. تسالك شويه اسئله، تجاوب شويه اجابات، تطلع لك كونكلوجن انه هذا ما انت عليه الان، وده شيء لطيف جدا. بس دي مش ذاتي الحقيقيه، دي ذاتي اللي انا عايشها دلوقتي. الاجابات اللي انا بجاوبها هي الاجابات اللي انا عايز اكون عليها، مش الاجابات الحقيقيه. كتير فينا لما نسأله حابب تكون فين، هيقول لك حابب أكون في المكان اللي المجتمع يشوفه فيه، مش اللي هو يرتاح فيه. يعني هو مثلا لو حابب يروح يقعد في كوخ على جبل، مستحيل هيقول لك إنه أنا عايز أكون في كوخ على جبل. دايما هيقول لك أنا عايز يكون عندي شركة في الشارع الفلاني وفيلا في المكان الفلاني. هو هيقول دايما ما يريده المجتمع. ولكن ذاتك الحقيقية صعب جدا تعرفها إلا من الحاجة اللي تميزك عن كل الناس. عشان كده الاختبار اللي هيطلع بصمتك الحقيقية لازم يكون مرتبط بحاجة لا يمكن تتكرر إلا ليك لوحدك. واحد من أهم الاختبارات اللي بنعرف بيها ذاتنا الحقيقية هو اختبار اسمه البصمة، لأنها بصمة، وده في الحقيقة مرتبط بالزمان والمكان اللي انت اتولدت فيه، لأنه اللحظة دي لحظة لا تتكرر. لا يمكن 2 على وجه الأرض يتولدوا في نفس المكان وفي نفس الزمان، لا يمكن. من لحظة ولادتك دي حضرتك بتاخد اكسس كارد. الاكسس كارد ده زي اللي بيديهولك لما تدخل الاوتيل كده تعمل تشيك ان، يديك اكسس كارد، ويبقى الاكسس كارد ده هو اللي بيحركك جوه كل الاوتيل، هو اللي بتدخل بيه الاوضه، هو اللي بتنزل بيه البحر، هو اللي بتروح بيه البول، هو اللي بتدخل بيه السبا، هو اللي بتدخل بيه المطعم. الاكسس كارد ده هو المسؤول عن كل حاجه في الحياه. وبالمناسبه حضرتك بتاخده في التشيك ان. كمان لما احنا بنعمل تشيك ان في الدنيا في لحظه الولاده اللي فيها زمان ومكان لا يتكرروا، حضرتك بتاخد اكسس كارد، وبالاكسس كارد دي تقدر تعيش كل جوانب حياتك.
وخصوصا الاربعه اللي احنا قلنا عليهم في الفيديوهات اللي فاتت. بالاكسس كارد تعرف ازاي تدير ذاتك، ازاي تدير علاقاتك، ازاي تعرف دوافعك، ازاي تعرف اهدافك اللي انت عايز توصل لها في الحياه. فاكرين الاربعه دول؟ يبقى السؤال الاهم، لو انا عرفت ذاتي الحقيقيه ازاي هعرف ما انا عليه الان؟ دي سهله خالص. في مجموعه اختبارات كتير جدا، واحد منهم بنختبره من غير اسئله. بنعمل الاختبار ده من غير ما نسالك ولا سؤال عشان نضمن انك مش هتجاوب الاجابه النموذجيه. احنا في الحقيقه مش بنسالك اي اسئله خالص، بنوريك شويه الوان. من الالوان دي بنقدر نعمل تحليل عميق جدا يعرفنا هو انت متبني انهي شخصيه دلوقتي، هو انت عايش بانهي نسخه دلوقتي. وبالتالي مع الاختبارين دول نقدر نوصل للذات الحقيقيه اللي انت اتولدت وهتتبسط بيها ولو غيرتها هتزعل، ونوصل للذات اللي انت فعليا عايش بيها واللي هي غالبا مش مريحاك. احنا بقى ما بين ذاتك الحقيقيه وذاتك اللي انت عايش بيها عندنا جاب، والجاب ده يحتاج له اناليسز. فاحنا مهم جدا ان احنا نبقى عارفين الجاب اناليسز بين ما يجب ان نكون عليه في ذاتنا الحقيقيه وما نحن عليه الان في ذاتنا اللي احنا تبنيناها وتخيلنا ان احنا هنتبسط لما نوصل لها وما اتبسطناش. عايز اقول لكم بقى ان معظم مشاكل الناس موجوده في الجاب دي. الناس بتبقى عايشه حياه متخيله انها بتحاول تكون سعيده فيها، وبتسمع كل وجهات النظر وبتقبل كل الاحتمالات بتاعه التغيير عشان تتبسط، وفي نفس الوقت كل ما بيعملوا تغيير برضه مش بيبقوا مبسوطين. كتير قوي من الناس لما بنقعد نعمل معاهم التحليل ده ونقول له ذاتك الحقيقيه انك تصحى الساعه 12 الظهر مش 6 الصبح زي ما بابا قال لي انا، بيقول لي ياه بقالي كتير بقول لهم كده. عارف يا دي على قد ما بيبقى فيها ألم شديد جدا لأنه الشخص بيبقى ماشي كتير عكس ذاته الحقيقية، على قد ما بتبقى فيها فرحة وراحة وطمأنينة إنه ياه أخيرا لقيتني، أخيرا حد قال لي إن ده صح. لما بنطلع للناس قيمهم الحقيقية اللي المفروض بيعيشوا بيها حياتهم في محور الذات والعلاقات والمحفزات والشغف، الأربع حاجات دول لما بنطلعهم للناس بيفرق في حياتهم وفي أدائهم في الحياة بشكل مش متخيلين. ناس كتير جدا بتدخل علاقات وهي متخيلة انها لازم تكون بتقدم دعم ولازم تكون بتقدم حاجات ولازم تكون بتسبورت الناس اللي حواليها، وبعدين لما نكتشف ذاته الحقيقية نقول له كل المطلوب منك في العلاقات انك تطبطب على الناس، انك تطمنهم. يقول لي بس الناس مش بترضى. اقول له ولما حضرتك بتقدم لهم بقى الدعم القوي الجامد الفظيع ده بيتبسطوا؟ يقول لي لا مش بيتبسطوا. فبرجع اساله سؤال، اقول له تفتكر العلاقات الناجحه في حياتك حضرتك بتقدم فيها الدعم القوي ولا بتقدم فيها الطبطبه؟ يقول لي لا ما بقدمش فيها غير الطبطبه. اقول له شفت بقى، ذاتك الحقيقيه هي الوحيده اللي هتنقذك، ذاتك الحقيقيه هي الوحيده اللي هتخليك تعيش الحياه باتزان، ذاتك الحقيقيه هي اللي المفروض تتعرف عليها وتبدا من هنا ورايح تشتغل بناء عليها مش بناء على اللي الناس عايزاك تعيشه. في الكومنتات بقى اكتب لنا هو انت فعلا عايش حياتك الحقيقيه ولا حياه حد تاني؟